السؤال بتاع فيتامين ألف. فيتامين ألف فيتامين مفيد جدا للأغشية، اللي بتغطي الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي وبتقوي المناعة، ويعني فيتامين مفيد جدا للأطفال. فيتامين ألف من ضمن الفيتامينات الدورية اللي بتتصرف في الصحة مع جدول التطعيمات. كان زمان بناخد الفيتامين ده مرتين، عند 9 شهور وعند السنة ونص، اللي هو الكبسولتين اللي بيتفضوا في بق الطفل يعني عند 9 شهور. حاليا الجرعة دي اتعدلت وبقت كل 6 شهور لحد عمر 5 سنوات. يعني انت النهارده لما تروح الصحة في تطعيم ال6 شهور ركزي، هتلاقيهم بيفضوا الكبسولتين دول فين؟ في فم الطفل. وعند سنة ليه جرعة تانية، وهكذا سنة ونص وسنتين وتلاتة ونص، وهكذا لحد كل 6 شهور لحد 5 سنين. الفكرة ان انتوا بعد ما بتخلصوا التطعيم السنة ونص، ما حدش بيجي ناحية الوحدة الصحية تاني، ولا حد بيسأل، ولا حد بياخد التطعيم ده. فممكن حضرتك تروحي الصيدلية تشتريه من الصيدلية شريط كده اسمه افيتون، وتدي الطفل 4 كبسولات كل 6 شهور. طبعا الجرعة قلنا قبل سنة كبسولتين، وبعد سنة لحد 5 سنين 4 كبسولات. طب لو 6 سنين ولا 7 سنين؟ عشان السؤال ده برضو اتسألته. والله حضرتك احنا بنقول الحد الأدنى 5 سنين. طيب اكتر من كده خير وبركه، يا ريت يعني هات الشريط، حضرتك خد 4 كبسولات، وبابا الولاد ياخد 4 كبسولات، والاطفال كلها تاخد 4 كبسولات. يعني حاجه مفيده جدا لو افتكرتي كل 6 شهور ناخد جرعه.